هو بالنسبه للاهلي، الاهلي راح فين؟ يعني فرقه الاهلي راحت فين؟ يعني الفرقه اللي انا كنا على طول بنتفرج عليها وبنحب نتفرج عليها وبنستنى الماتش بتاعها راحت فين؟ الاهلي الماتش بتاعه بقى حمل علينا، حمل على الجماهير انها تقعد تتفرج على 90 دقيقه ما فيهاش فرصه ولا فرصه. 90 دقيقه بتفرج على 90 دقيقه من عمري بيضيعوا على لعيبه. المفروض يعني لو بتفرج على دوره رمضانيه هستمتع اكتر من كده. لو بتفرج على اكبر نادي في العالم من وجهه نظري، اكبر نادي في ال... اعظم نادي في العالم، ما يعملش فرصه طول 90 دقيقه وهو بيلعب سموحه. ايه المدرب اللي احنا جايبينه ده؟ هو المدرب ده هيكمل مع الاهلي بالشكل اللي هو شايفه، اللي احنا شايفينه ده؟ مدرب ملوش لازمه، واقف على الخط ولا ليه اي ثلاثه لازمه. مفيش كوره بتتعمل، مفيش هجمه منظمه واحده بس لله هتفرج عليها طول 90 دقيقه. مجلس اداره الاهلي راح فين؟ مجلس اداره الاهلي راح فين من اللي هو بيشوفه ده؟ هل كابتن محمود الخطيب بيتفرج على ماتش واحد للاهلي؟ اشك اشك ان في 90 دقيقه كده ان محمود الخطيب يسيب اللي وراه واللي قدامه يقعد 90 دقيقه يتفرج على الشلل اللي احنا بنتفرج عليه ده. فاعفونا يا جماعه من المدرب ده، جيبوا لنا يعني جيبوا لنا حسام البدري. يعني اسوأ حد ممكن انا كواحد اهلاوي اقول ان هو يجي الاهلي تاني هو حسام البدري. بس هاتوا لنا حسام البدري، يعني حسام البدري على الاقل كان بيلعب كوره، يعني كان ليه منظر كده، تحس ان الفرقه عندها دم شويه وبتلعب كوره. كمان اللي انا بقينا بنتفرج عليه ده بقى ملل وكل ماتش اسوأ من اللي قبله، وبقينا بنتكلم بره الملعب اكتر من جوه الملعب. يا جماعه مش كده يا جماعه، يعني عايزين حتى على الاقل الحاجه الوحيده اللي بترفع عننا يعني هو الاهلي. يعني رجعوا لنا الاهلي بتاعنا، رجعوا لنا الاهلي اللي احنا بنحبه، رجعوا لنا الاهلي اللي احنا كنا بنستناه بالايام. بنستنى ماتش الاهلي كان بيخلص كنت بتستنى الماتش اللي بعده، بتقعد تستنى الماتش اللي بعده وتحسب له وتقعد تفضي نفسك في المواعيد بتاعت الماتش بتاع ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا بقينا بنتفرج عليه ده؟ لعيبه لا عارفه تستلم ولا عارفه تباصي ولا عارفه تجري، ما باصيش ثلاث باصات منظمين ورا بعض. يا جماعه ده، يا جماعه ده يعني اللعيبه دي بتصحى من النوم وكل يوم بيروحوا التمرين، بيتمرنوا على ايه؟ اللعيبه دي بتتمرن على ايه؟ يعني انا مش شايف، يعني مش شايف اي حاجه هم يعني الحمار بيروح الحمار بيروح الغيط مره واحده بس بيرجع لوحده. انتوا بتروحوا التمرين كل يوم، بتتمرنوا على حاجات المفروض، على جمل بتعملوها. ما بنشوفش الكلام ده ليه؟ احنا ما بنشوفش الكلام ده ليه؟ ولحد امتى هنفضل على كده؟ يعني احنا لحد امتى هنفضل على كده؟ انا نفسي اتفرج على ماتش بقى كوره بقى، يعني اتفرج على ماتش 90 دقيقه كده فيه هجمه ورايح وجاي وباك شمال بيرفع وباك يمين بيرفع ووينجات بترقص وواحد لواحد بيعدوا. مفيش خالص. امام عاشور اللي هو احنا بنقول عليه احسن لاعب في مصر وبيتنك على الاهلي ومستحملينه. مفيش كوره عملها صح النهارده، مفيش ولا كوره. يعني ماتش كامل 90 دقيقه يا جدع ما تعملش فرصه. يا راجل حرام عليك يا راجل، يا جماعه بقى حرام عليكم. ارحمونا بقى، ارحمونا بقى وجيبوا لنا، رجعوا لنا الاهلي تاني بقى. اي فرقه بقت بتلعبها بقى ليها منظر قدام الاهلي. اي فرقه سواء بتدافع بيبقى لها منظر، سواء بتهاجم بيبقى لها منظر. انت لو لعبت اي فرقه دلوقتي منظمه، انت لو لعبت بيراميدز دلوقتي هتتهان. لو لعبت الزمالك بشويه اللعيبه الكاسر اللي هو بيلعبهم دول وشويه الناشئين اللي هو بيلعبهم دول هتتهان كوره. لا حول ولا قوه الا بالله.